راهي تخدم مع المتربصات. يعطيهم الصحة، هما ثاني كانوا في المستوى. وهذه خدمتهم اللي خدموها، هي ما عليها غير تنعتلهم كيفاه. اذا راح نبداو على بركة الله بالوصفة. كما راكم تشوفوا راهي دير بالميزان. هذه الوصفة لازم لها الميزان توزني، لازم تديري 100 غرام نتاع المارغرين كما هي وزنتها. هاو شوفوا كلش قدام عينيكم. بعد ما وزنت لنا المارغرين 100 غرام، راح تزيدي توزني لنا 40 غرام نتاع السكر. راح توزن 40 غرام نتاع السكر. اذا بهذه الطريقه توزني، لازم الميزان كلش لازم بالميزان. 40 غرام سكر رطب كما راكم تشوفوا، نقصي حتى نتجي 40. بعد ذلك راح تزيدي بيضه، وراح نزيدوا لافاني، وراح نزيدوا تلموه بالفارينه. يعني هي عجينه صابلي عادي. اذا راح نعاود لكم الوصفه اللي هي كما قلنا 100 غرام مارغرين، 40 غرام سكر رطب، بيضه زائد لافاني. هاي دارت البيضه، ومن بعد تزيد لافاني، رشه لافاني هذيك، ومن بعد تزيدي فارينه. راح تلمي هذه عجينه الصابلي تاعك، تلميها برك ما تعجنيهاش، راح تلميها بالفارينه وتقعدي غير تخدمي. اللي تحب تخدم بالروبو تخدم، اللي تحب تخدم بالباتور تخدم. لكن اختي ما شاء الله عليها تحب تخدم بيديها، وهي كما تشوفوا يعني تحب تنعت للمتربصات نتاعها يعني بالتفصيل. يعني ماشي غير اللي عنده باتور هو اللي يخدم واللي ما عندوش، لا، لازم يعني تنعت لهم بالتفصيل كيفاه تخدم عجينه الصابلي. اذا هي راهي تخدم بيديها. يعني اللي يحب يتواصل معاها، الرقم الهاتف نتاعها راه موجود ديما في صفحتها في الفيسبوك، البتول غاطو. اذا كما راكم تشوفوا ايضا المحل نتاعها. واللي راهم يسقسيو اسكو تمد ديبلوم، وي تمد الدبلوم. يعني هي يعني معتمد، تمدوا الدبلوم يعني تقراو عندها. يعني هي حتفهمكم 6 موا ولا كل جروب وكيفاه. اذا شوفوا بيدها، الله يبارك يعطيها صحتها ان شاء الله. شوفوا بيدها كيفاه ولا لنا هذاك المزيج والله هذاك الخليط نتاع المارغرين. يعني حرة الله يبارك، غير بيديها شغل خدمة باتور. اذا بعد ذلك راح تزيدي تصفي هذيك الفارينة، لازم تصفيوها باه يعني تساعدكم في الخدمة. وتلمي عادي عجينة الصابلي، راكم تعرفوا غير تلموا برك ما تعجنوش، لمي برك حتى تتحصلي العجينة تكون طرية. بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. ما حبيتش نسرع الفيديو، يعني حبيت باه تشوفوا خطوة بخطوة وما تقولوا ليش لا حذفتي وعلاه. شوفوا خطوة بخطوة كيفاه راهي تخدم، وحبيت نفيدكم ونعت لكم كيفاه راهي تخدم مع المتربصات. يعني كلش تخلط يعني بيدها هي. وايضا بالنسبة للمتربصات نتاعها ايضا يخلطوا بيديهم. يعني كاينين حوايج هي اللي تمد لهم يخلطوهم، وكاينين حوايج هي اللي يعني تنعت لهم بيديها. اذا مباشرة بعد ما تتحصلي على هذيك العجينة راح عادي ديريها في ليمول. هذو ليمول اللي دوك نوريهم لكم. هذو ليمول نورمالمون هي قالت لي شريت الوحده ب6000 ولا 5000، العلم لله. هي سما تشري بلي كونتيتي كبار وما سقساتش على لا صوم نتاعهم. قلت لها يعني بقداه شريتيهم، باه يعني نفيدكم بقداه السومه نتاعهم، السعر نتاعهم. يعني هما متواجدين في الاسواق. اذا كما تشوفوا حبيباتي الفيديو وجا شويه طويل، بصح انا ما حبيتش نسرعه. قلت لازم تشوفوا خطوه بخطوه كيفاه. بزاف اللي يعني هو عجينه الصابلي هي سهله، لكن بزاف اللي ما يعرفش يلمها، ومن بعد يقولوا باللي عجينه الصابلي ما يعني هكا ما جاتناش، ما صلحتناش. اذا هكذا باه تشوفوا بعينكم كلش. اذا ها هي العجينه تاعنا اللي تحصلنا عليها، هذه هي. وشوفوا هذه العجينه الان راح نروحوا لافارس. شوفوا هذاك هذه لافارس واش يجي فيها الحشو.
الحشو راكم تشوفوا هذوك اللي دارتهم في الصينيات هما معجون تاع فريز، وهذاك المعجون تاع فريز اللي ما عندهاش نورمال دير معجون عادي تاع المشماش، تزيد له شويه لاغوم تاع الفريز، تخليه يعقد شويه فوق النار برك راح يولي يعني يعقد يتكاثف شويه، وتحط غير قيس شويه هكا مغرفه ولا على راس المغرفه في الوسط. شوفي راح تخدمي هكذا، هاهم الصينيات اللي هدرت لكم عليهم، حديري شويه فارينه في البلان دو ترافاي نتاعك. بعد ذلك راح تخدمي العجينه، والعجينه كما قالت البيتو الكاطو ما كيش راح ترقيها خاطر راح تهز شويه الحشو، والا رققتيها راح تتكسر لك، يعني راح ديريها مويان برك، ما هي رقيقه ما هي خشينه ياسر، ديريها بهذه الطريقه، يعني مش راح توزني الحبه وتحطيها لا. المهم ما كيش راح تخشنيها بزاف، ما كيش راح ترقيها بزاف. هنا في الوسط قبل ما تطيبيه هنا راح نشرح لكم، راح لي الفيديو هنا في الوسط راح ديري على راس المغرفه تاع الفريز كما قلت لكم، ومن بعد راح ديري الحشوه هذه اللي راح دوك نعطيها لكم. شوفوا هذه الحشوه اللي من فوقها، وشنو هي الحشوه هذه؟ راح ديري زوج بيضات كاملين وراح تحطيهم يطيبوا عادي. شوفي راح الحشوه ديري زوج بيضات كاملين، تزيدي لهم 50 غرام نتاع السكر الرطب، تزيدي لهم 50 غرام تاع مارغرين ذايبه، وتزيدي لاغوم نتاع القارص، وتزيدي 50 غرام تاع نواه كوكو، وتخلطي كلش بالباتور. هذه هي لا فارس، هاكم كما تشوفوا هاي تنفخت شويه هذه لا فارس. هذيك لا فارس تهزي بالمغرفه عادي وتعمري فوق هذاك المعجون اللي درتيه الاول، انت حطيتي شويه نتاع المعجون، ومن بعد نحطوا هذه لا فارس اللي قلت لكم عليها وتحطيه يطيب. ومن بعد كي يطيب شوفوا راكم شفتوا كيفاه ديمولات الحبه نورمال من المول، كي يطيب راح يتنفخ شويه، ولازم هذه لا كريم لا فارس كي تحطيها ما كيش رايحه تكثري ياسر، خاطرك شوفي حتى تنفخ لك، كنت تعمريها قد راح يعني تفيض لك فوق الحبه، لا يعني خليها شويه قل من الحبه باش تطيب تجي منفوخه. ومن بعد راح تدهنيها بلا جولي ولا بالمعجون، يعني حسب انت واش متوفر عندك. اما بالنسبه للتزيين كما راكم تشوفوا لوز ايفيلي، وهذا لوز ايفيلي راح تمرمد يعني هكا ترمديه في الناكري يعني في الملون الغذائي، يولي يعطيك هذا اللمعان. ومن فوق راح ديري ورق ذهبي ولا تخليهم هكذا سامبل كما انتيا وتحبي. هذا هو الصابلي نتاعنا لنهار اليوم. فقط راح نزيد نعاود لكم الحشوه هذه اللي راح لكم تشوفوا فيها هكا منفوخه، يعني ما نعدتها لكمش. تحطوا الحشوه تحطوا الحبه الطيبه، راح لي الفيديو تاعها عفوا. عندنا زوج بيضات كاملين تخلطيهم مع 50 غرام سكر رطب، تخلطيه تزيدي لهم لاغوم تاع القارص، تزيدي لهم 50 غرام تاع نواه كوكو، والمارغرين لازم 50 غرام وتكون ذايبه، هي اللي تزيديها في الاخر، طلعيهم بالباتور وتحطي بالمغرفه فوق هذاك المعجون اللي درتيه فوق الحبه قبل ما تطيب. ومن بعد تحطي الحبه تاعك تطيب، زينيها كيما تحبي عزيزتي. وكيما راه شفتوا هاي كلش درتو قدامكم. هذاك اللوز ايفيلي شريه عادي ورمديه فقط في الناكخي ولا الملون الغذائي في الدوغي، عادي تخلطيه وتحطيها تدهني عادي بالمعجون ولا لا جولي انتي واش متوفر عندك، وديري هذيك كما شفتوا كيفاه راهي دير، تهز بيدها وتحط عادي فوق الحبه، يعني المعجون راح يحكم لكم هذاك اللوزي فيلي. واللي عنده هكا ورق لماع ولا ورق ذهبي ولا يعني في الدوغي ولا في الارجنتي حطيه من فوق زيني بيه، وهكذا يكونوا لي باركيت تاعنا هم واجدين. شوفوا الله يبارك يعني كلش بالطبع جاو هايلين. تحبي ثاني ديري سوريس كونفي، هاي مديرها يعني وحده تاع سوريس كونفي في النص، وتزيدي ديري فوق هذاك يعني يمد المنظر شباب. لكن كل واحد كل انسان واش متوفر عنده، كل انسان وظروفه، التزيين يقعد اختياري. انا المهم عطيتكم الوصفه يعني بكل مصداقيه، يعني عطيتها لكم البيت والكاطو بكل مصداقيه، فقط راح لي هذاك اذا ها هم لي باركات تاعنا واجدين ولا يعني كما تحبوا تسميوهم. هذا الصابلي جا هايد جا بالطبع يليق يعني للاعراس مناسبات. الى عجبكم ما عليكم غير تدعموا قناتي المتواضعة بجام وابوني، هكذا كل مرة راح نجيب لكم وصفة سهلة اقتصادية بسيطة. وايضا نشكر بزاف البيت والكاطو على الجهد تاعها وعلى المصداقية نتاعها. ما عليا غير نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع وبكل مصداقية. الى اللقاء.